السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أول فلوج لينا على القناة. النهاردة هنتعلم أو هنشوف إزاي نخطط للسنة بتاعتنا بأفضل وقت. أنت لو لسه في أول السنة فإن شاء الله الفيديو ده هيفيدك جدا، ولكن أنت لو بدأت أو شفت الفيديو ده في نص السنة أو في تاني شهر في السنة فأنت برضو خطط للسنة بتاعتك، فأنت لسه في الأول. أي وقت لازم تخطط فيه، مش لازم تبدأ من أول السنة، عشان لو هتستنظر تبدأ من أول السنة عمرك ما هتبدأ نهائيا. يلا بينا نشوف هنتكلم ايه في الفيديو ده. وان شاء الله قبل ما نبدأ التخطيط هذاكر حاجة كده على السريع. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. في اللي انا قريته في الPDF اللي كان موجود معانا وانا بذاكره، كان بيتكلم على حاجة مهمة جدا، انك مش الحاجة اللي انت عاوز تعملها مش هتخلص طول حياتك. يعني انت طول ما انت عايش عاوز تعمل وتعمل وتعمل، ولكن هتموت وفي حاجات انت لسه ما عملتهاش. فانت حط القاعدة دي في دماغك، انك مش لازم تخلص كل حاجة النهاردة، لان انت لو فضلت تفكر انك تخلص كل حاجة النهاردة فانت هتلاقي وراك كمية مشاغل مش هتخلص نهائيا. فانت اعمل على قد ما تقدر في اليوم اللي انت هتعمل فيه او هتنتج فيه، ولكن حط في دماغك انك مش لازم تنتج كل حاجة النهاردة، مش لازم تنهي العالم النهاردة، مش لازم تذاكر ال20 مادة اللي وراك النهاردة. فانت حاول تقسم الحاجة اللي عليك على مدار السنة زي ما احنا ما هنعمل في الفيديو ده. وكان بيتكلم على حاجة تانية مهمة جدا، وانك ما تقاطعش او ما تحاولش تقاطع الاخرين. ازاي؟ يعني لما تبقى بتتكلم مع حد ولا حاجة ما تحاولش تروح يعني تقطعه في الكلام وهو بيتكلم، تروح ملحق عليه في الكلام او كده زي ما انت ممكن تعمل دلوقتي تقفل الفيديو او كده. لا، فانا عاوزك تسمع الفيديو الاخر عشان الفيديو ده ان شاء الله هيفيدك جدا. فانت حاول تسمع اللي قدامك على قد ما تقدر، وحاول تركز في الكلام اللي هو بيقوله، ما تسمعلوش بس كده وخلاص، ولكن ركز في الكلام اللي قدامك وحاول تحس بمشاعر اللي بيتكلم قدامك، عشان رك ما يخلص كلام تحاول ترد عليه بأفضل الطرق وبأسلس الطرق، عشان زي نظام تتناقشوا بطريقة حلوة ويبقى عندك كوميونيكيشن كويس. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا وما كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وبكده احنا خلصنا تاني تاسك النهاردة او مهام من المهامات اليومية اللي موجودة معانا، وهي كانت مادة من مواد الامتحانات اللي امتحانها ان شاء الله بكرة. وفاضل نص ساعة على صلاة الفجر. ان شاء الله بعد صلاة الفجر هنبدأ في عملية التخطيط السنوية والشهرية وعملية التخطيط كاملة عامة. فان شاء الله تابع معانا الفيديو للآخر. الله أكبر الله أكبر الله
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد ما خلصنا صلاة الفجر إن شاء الله هنبدأ نعمل الخطة أو إزاي نخطط للسنة بتاعتنا بكل تفاصيلها، وإزاي نطلع بالسنة بأحسن إنتاجية وأقل خسائر في السنة. عشان تخطط للسنة بتاعتك بأفضل جودة ممكنة، أنت أول حاجة بتروح عاملها تكتب أهدافك السنوية أنت عاوز تحقق إيه من ناحية علاقتك بربنا، ودي أهم حاجة. تاني حاجة بعد كده صحتك، شوف صحتك أنت عاوز تحقق فيها السنة دي إيه، يعني عاوز جسمك يبقى شكله حلو أو متناسق، أو عاوز جسمك يبقى شكل صحي أفضل. أو بعد كده اللي هي التخطيط أو أهدافك للحاجات اللي أنت عاوز تعملها. يعني أنت بتشوف أهدافك عاوز تعمل السنة دي، عاوز تتعلم كورس، عاوز تبقى يعني تترجى في شغلانة معينة، عاوز تشوف هتوصل لهدف إيه بعد السنة دي. يعني مثلا شخص عاوز يوصل لمستوى ليفل معين في الإنجليزي، في تعلم مهارة معينة، عاوز يعلي السوفت سكيلز بتاعته. لازم تحدد المهارات بتاعتك دي أولا، عشان بعد كده تمشي على أهداف وخطة نمطية معينة عشان توصل للهدف ده. بعد ما حددت أهدافك السنوية لازم تقسم السنة بتاعتك لأربع خطوات. كل خطوة من دي بتتكون من 3 شهور، اللي هي كوارتر 1، كوارتر 2، كوارتر 3، كوارتر 4. زي تخطيط الشركات، فأنت بتقسم السنة لأربع خطوات، وفي كل خطوة من دي أنت بتحاول تحط الأهداف بتاعتها. زي في الكوارتر الأول اللي هو أول 3 شهور أنا عاوز اتعلم ليفل معين في الانجليزي، وعاوز اتعلم الليفل الاول في الاكسل ولا حاجه، وعاوز اتعلم الاكسل بشكل عام عامه. يعني انا لو هشتغل بيه كده حاجات بسيطه، فانا عايز اتعلم الاكسل بشكل عام. ودلوقتي انا عاوز احفظ في الثلاث شهور دول ولا حاجه 3 اجزاء او جزئين في القران، جزئين في القران. فانت كده بتحدد اهداف معينة في كل كوارتر من اللي موجودين معاك. دلوقتي انا حددت الثلاث اهداف، وحددتهم بشهر، وحددتهم بكوارتر معين. يبقى انا كده حددت اهدافي وحددتها بمدة معينة هخلصها امتى. فلازم تحدد برضو كل حاجة من دي هتخلص فيها مدة قد ايه، يعني تخلص الجزء ده في مدة قد ايه. لازم تحدد الاجزاء في كل حاجة دي انت تخلصها في قد ايه. زي جزئين في القرآن، وهتمرن بتاع 4 أيام ولا حاجة. هتمرن 4 أيام في الجيم في الأسبوع. فده انت حددت برضو ان انت عاوز تتمرن 4 أيام في الأسبوع. وعاوز نظام في التمرينات دي ولا حاجة أقسمها لبوش وبول والليج، واخد يوم راحة والعب تالت يوم ده ألعبه جزء كامل، اللي هو الجزء الكامل للجزء العلوي ولا حاجة. أو ممكن أخش بوش بول ليج برضو تاني مرة. فأنت كده بتحدد أجزاء معينة أنت عاوز تعملها بالظبط. فده الكوارتر. أنت بتحدد في الكوارتر أنت حابب تعمل إيه. أنت دلوقتي حددت الأهداف السنوية، بعد كده بتقسم الأهداف السنوية دي على كذا جزء. انت كده انت خلصت ليفل 1 ولا حاجة في الانجليزي، انت حابب تاخده ليفل 2 ولا حاجة في الجزء التاني في الكوارتر التاني. انت عاوز تخلص ليفل تاني ولا حاجة، وعاوز تخلص كمان جزئين او 3 من القرآن في الكوارتر التاني. ولكن بعد كل كوارتر بتعمل عملية مراجعة سريعة. وفي حالة انك قسمت السنة لكذا كوارتر، فانت هتروح ماسك برضو الكوارتر الاول اللي هو اول 3 شهور، هتروح مقسمها برضو. وبعد ما قسمت السنة لكوارتر اللي هو 3 شهور، فانت هتمسك ال3 شهور دول تقسمهم برضو كل شهر هتقسم فيه الاسبوع.
زي نظام الشهر فيه 4 أسابيع ويومين أو كده أو حاجة كده، فأنت هتقسم يبقى أنت كده هيبقى معاك 12 أسبوع. فهتروح ماسك كل أسبوع من دول هتحدد أنت هتعمل إيه في الأسبوع ده. زي دلوقتي أنت معاك 12 أسبوع أهو، فأنت في الأسبوع ده الأسبوع الأول هتخلص ولا حاجة 3 محاضرات في كورس الإكسل عامة، ومحاضرتين في كورس الإنجليزي، وهتخلص 4 أوجه في الجزء الأول من القرآن. هتخلص أول 4 أوجه في الجزء الأول من القرآن اللي أنت هتحفظه. فأنت لازم تحدد كل أسبوع هتعمل فيه إيه. الأسبوع ده بتحدد له الأيام اللي فيه، كل يوم فيه بتحدد أنت هتاخد جزء إيه من الحاجة اللي أنت حددتها ده. مثال، لو أنا دلوقتي عليا في الأسبوع اللي أنا هخلص فيه ده عليا كذا يوم، أو عليا 4 صفح من القرآن، فأنا هحدد في الأسبوع ده كذا يوم. يعني مثلا يوم الحد هحفظ صفحة، ويوم التلات هحفظ صفحة، ويوم الخميس هحفظ صفحة. وبعد كده بعد ما خلصت الليلة دي كلها أنا حددت لنفسي 3 صفحات ولا حاجة هحفظهم في الأسبوع ده. بعد ما أخلص ال3 أيام أو الأسبوع ده حاول أعمل مراجعة على الأسبوع اللي أنا خدت فيه الحاجات دي. يعني أنا حفظت 3 صفحات، أحاول أعمل مراجعة على ال3 صفحات دي هتبقى مراجعة. بعد ما خلصت الأسبوع ده في كل حاجة أنا كنت محددها في الأسبوع ده وعملت عليها مراجعة، هروح ماسك الأسبوع ده وراكنه على جنب، يبقى أنا كده خلصته. هاجي في الأسبوع اللي بعد كده هعمل نفس الموضوع. حبيت أزود، بس لو لقيت نفسي الحاجة اللي كانت في الأسبوع الأول كانت سهلة أحب أزود حاجة بسيطة، فأنا هزود كمان صفحة ولا حاجة لو لقيت الدنيا سهلة. بعد كده خلصت الأسبوع التاني، في الأسبوع التاني بقى دي أنت هتعمل مراجعة على الأسبوع ده، وهتعمل مراجعة على الأسبوع ده ورا آخر، هتعمل مراجعة على أسبوعين. فأنت مش هتسيب الأسبوع اللي بتخلصه تعمل عليه مراجعة، مش هتسيبه، لأ أنت هتعمل عليه مراجعة ورا آخر، وتيجي على الأسبوع التالت وتروح بعد ما تخلصه، ولو حبيت تزود زي ما احنا ما قلنا، وتعمل عليه مراجعة. واما تخلص عليه المراجعة في نفس اليوم هتعمل مراجعة على ده وعلى ده. فهو انت كده هتبقى بتعمل مراجعة وبتعمل تخطيط بشكل صح للسنة بتاعتك. فانت كده هتلاقي نفسك بتعمل مراجعة على الجدول اللي انت بتذاكره لكل اسبوع من الاسابيع اللي موجودة معاك. وبعد ما تخلص 4 أسابيع ولا حاجة من اللي موجودين معاك، بدل ما تراجع بقى الأسبوع ده ولا حاجة لوحده، لا أنت هتراجع الأسبوع ده والأسبوع ده والأسبوع ده والأسبوع ده، وتعمل لنفسك اختبار على ال4 أسابيع. هتعمل لنفسك اختبار على ال4 أسابيع، إنك ممكن تشوف لو أنت بتحفظ القرآن خلصت جزء في الشهر ده ولا حاجة، هتروح مراجعه على شيخ أو حد يعملك اختبار فيه، فانت تراجع عليه كده. بعد ما خلصت الشهر الاول في الكوارتر الاول اللي هو اول 3 شهور، بعد كده بتعيد الحوار ده على كل شهر، ولكن الشهر الاول اما تخلصه بتسيبه وتخش على الشهر التاني وتراجع اول اسبوع وتراجع معاه وتحطه مع الكوارتر اللي كان في الشهر الاول. يعني بتراجع الاسبوع ده في الشهر التاني وتراجعه مع الشهر الاول، بتعمل عملية مراجعة على اللي فات كلته زي ما انت ما كنت بتراجع على كل اسبوع مع التاني. فانت الاسبوع اللي بتخلصه بتحطه مع الاسابيع التانية وتراجع عليهم تما، ما بتسوهمش. ولكن لو لقيت الدنيا تجلت عليك، بدل ما هتراجع في يوم، لا انت حاول تراجعهم في يومين في 3. حاول على قد ما تقدر انك تراجع اكتر، خليك تراجع كتير في اللي فات اهم انك تراجعه احسن من اللي انت هتذاكره جديد. فانت لو راجعت اللي فات بشكل كويس فده هيكون افضل لك انت. وبعد ما تخلص الكوارتر الاول بتروح عامل عليه اختبار، بس اختبار ده مش هيكون اختبار عادي زي الاختبارات الاولى، لا هيكون اختبار يكون مستوى بتاعه يكون عالي شوية. يعني يكون مستواه عالي، ما يكونش اختبار سهل، لا لازم أن يكون عالي شوية عشان تشوف قدراتك، لان انت راجعت على الحاجة بدل مرة 3 أو 4 مرات. فانت لازم أن تحط لنفسك اختبار يكون تقيل شوية او
تجيب اختبار من اي حد. فمثلا مستوى الاكسل ولا حاجه، مستوى الاكسل انت خلصت الليفل الاول، فانت بتروح عامل تخش على شات جي بي تي ولا حاجه، قول له اعمل لي اختبار على كذا كذا كذا، فبيجيب لك جداول ويختبرك عليها. طب انجليزي، الانجليزي بتروح داخل على شات جي بي تي ولا حاجه او اي موقع ولا حاجه تخليه يعمل لك اختبار مستوى. فانت كنت في الليفل الاول تقول له اعمل لي اختبار على الليفل الاول، فبيجيب لك اختبار وتشوف نفسك، ازاي انت هتعرف تحل الاختبار ده. والنقط اللي انت فيها ما عرفتش تعديها او ما جبتها يعني ما حلتهاش بشكل كويس، هتمسك النقط دي بقى تشتغل عليها كويس من تاني وتذاكرها وتراجعها بشكل كويس. وبعد ما تخلصها ترجع تشوف الاختبار بتاع الليفل اللي انت خلصته ده. ودايما وانت بتذاكر لازم تسأل نفسك انا بذاكر الحاجة دي ليه، يعني انا استفدت من الصفحة اللي انا بذاكرها دي استفدت منها ايه. فانت حاول تسأل نفسك السؤال ده، هل اللي انا هذاكره ده هيفيدني في حاجة في حياتي في دنيتي واخرتي ولا لا؟ لو يبقى انت ذاكر زي ما انت وكمل زي ما انت، وبعد ما تخلص تسأل نفسك سؤال، هو انا استفدت من الحاجة دي ولا لا؟ لو او عرفت تشرحها لحد فانت كده تعتبر انت فهمت اللي انت بتذاكره كويس. وحاول تعمل لنفسك اختبار وانت قاعد في نفس الجلسة. يعني مثال في الاكسل، انا عامة الاكسل ده شغل عليه كتير، فانا اما الاقي نفسي خلصت معادلة زي الاف او الافس او اي معادلة من المعادلات اللي موجودة في الاكسل، بروح عامل لنفسي اختبار زي نظام بكتب ارقام مجهولة او اسماء مجهولة، واحاول اعمل زي نظام اختبار ليا واشوف نفسي الناتج اللي انا طلعته ده هو ده صح ولا لا. او اخش على شات جي بي تي واقول له اعمل لي اختبار على الاكسل وكده، فبيعمل لي اختبار وبشوف نفسي المستوى بتاعي ده بقى صح كويس، يعني انا اتعلمت الحاجة دي بشكل كويس ولا لا. حاول تخليك مرن مع الجدول اللي انت عامله. مش لازم اللي انا النهارده ما عملتش الحاجه المهمه دي خلاص بقى انا مش هعمل حاجه طول اليوم، لا. انت الحاجه دي ما عملتهاش حاول تخش على اللي بعدها عشان ما تكسلش وتفضل قاعد طول اليوم ما تعملش حاجه، لا. اخش على الحاجه اللي بعدها، هتجيب الحاجه اللي بعدها. وبعد كده اما تلاقي نفسك خلصت دول هتلاقي نفسك عاوز اصلا تذاكر اللي انت سبته في الاول.